بسم الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عملنا البقسماط فاخر من الاخر بجد. معايا كوباية مية وخلي فيها حبة عشان لو عوزت تحطي، ونص كوباية زيت، ومعلقة سمنة بس عشان تنعمه معاكي. مش عايزة تحطي مش لازم يعني، بس يعني تديكي نعومة وانت بتقرقشي فيه كده. الله اكبر، كان دايب كده وجميل. عشان دي حاجة عاملينها في البيت. ومعلقة سكر ومعلقة اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، معلقة خميرة، وتضربي كله كده في بعضيه. عشان انا طبعا عاملة ايه نص كيلو دقيق، عشان بس اوريكم البقسماط ازاي سهل وجميل وتحفة. هي احنا كل حاجة غالية، يعني كنا زمان الحاجة رخيصة، دلوقتي كل حاجة غالية. لما تعملي نص كيلو بقسماط بحبة المية وحبة الزيت دول هيكلفوا عليكي 7 جنيه ونص، احسن ما تروحي تجيبوا النص كيلو ب15 جنيه ولا ب15 جنيه. فهات النص بالنص. انا بقولك وانت شوفي بقى، حاجة حلوة وحاجة جميلة. بس وهتحطي بقى الدقيق بتاعك بالتدريج. ده نص كيلو اللي معايا، طبعا انا عملت نص كيلو يعني، على كوباية المية ونص كوباية الزيت ومعلقة خميرة ومعلقة سكر، وحطيت ذرة ملح ومعلقة خل. الخل بيخلي الحاجة كده يعني نافشة وحلوة، يعني ما شاء الله. بس وهتعجنيه بقى وهو بيتعجن، يعني عايز يتعجن عجنة حلوة، فأنا اضطريت إن أنا أحطه بقى وأعجنه على المفرش بتاع العجن. أهو بصوا، تعجني العجينة كده وتدلكيها كويس عشان تبص تلاقيها نعمت معاكي وما شاء الله عليه. حبايبي، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، أحلى ناس وأحلى متابعين، أحلى إخوات على راسي من فوق. انا ما حطيتلهاش ميه ولا حاجه تاني بعد ما حطيت اللي هم حبه الميه، كوبايه الميه اللي وريتها لكم. لان هي العجينه ما شاء الله كانت جميله، ما كنتش عايزه حاجه خالص. بس كده دلكتها شويه وخلاص، عشان خاطر تبقى ناعمه معاكي وجميله. بس اتلمت. لا اله الا الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بس هتقطعيها كده بقى زي ما انت عايزه، بس عشان نفردها وهتخليها 10 دقايق بس ترتاح. لان احنا بنخمره في الصاجون يا جماعه، مش بنخمر العجينه في الطبق، لا. هتخمريها في الصاج يا حبيبتي، هتقطعيه وتخمريه في الصاج. بس خليته بقى ايه، غطيته وخليته 10 دقايق كده، عشان خاطر تعرفي تفردي، يبقى يريح معاكي كده، تفردي على الكيس، تفردي كده على طول. بصي العجينة ما شاء الله ما ارتاحتش غير 10 دقايق بس. ولا بقى تبرمي ولا تعولي نفسك الهم، انت هتسوي عجينتك كده وتقطعي. انا بسويها بس عشان تطلع طبعا ايه، حتة واحدة كده الصباع ما شاء الله. بس هترشي السمسم. دورت على حبة البركة ما لقيتهاش، كنت عايزة احط لكم حبة بركة والسمسم زي بعض. بس هتحطي السمسم يعني فردة كده من الشبه خفيف، زي ما شوفي ايدي عاملة ازاي، عشان السمسم يدخل جوه البقسماط وانتي بتحمري ما يتهنش منها، وانتي بتحطيه قصدي في الفرن، انتي بتسويه كده البقسماط كده السمسم دخل معاه. بس وتقطعي كده بالسكينة بقطاعة اللي عندك، صوابع صوابع كده، ولا يعني يبقى ايه مثلا، يبقى سنتي يا جماعة كده سمكه. بصراحة بجد طلع جميل جدا، وتاكليه كده تحسي ان فعلا انت حاجة عاملاها في البيت. بس انا عملته قبل كده وما صورتوش، وقعدت ابرم فيه تعبني جامد. إن الطريقة دي خفيفة وسهلة وجميلة.
جربوا بقى الطريقة دي وهتدعوا لأم أحمد إن شاء الله. أحلى حبايب، أحلى ناس. يلا بقى حطيتوا اللايك، واللي يجي إعلان قدامه يتفرج لي عليه عشان خاطر أم أحمد. أحلى ناس وأحلى حبايب والله، اخوات ولاد وبنات كله، كل الناس اللي بيتفرج عليا على راسي من فوق. انا عملت بس الصاج اللي قدامكم ده عشان ما اطولش عليكم، بس انا عملت 3 صاجين زيين، يعني هو نص كيلو. بقول لكم بعد التخمير بوريكم اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله بجد. كنت عماله اكل وهي تقول لي خلصتيه. طلع تحفه. بس عامل ازاي، بصي نعمل ازاي، ما شاء الله. طلع 3 صيجان.